تخيل تقطع تذكره باريس وتروح بقى تتفسح في اللوفر تلاقي برواز فاضي. استنى كده، هو فين وش الست اللي كانت بتبص لك كده وانت في اي زاويه؟ هو مين ده بقى اللي قدر يسرق اشهر ست في العالم من جوه اشهر متحف؟ تعالى بقى اقول لك على اغرب واغبى واشجع سرقه فنيه في التاريخ. يوم 21 اغسطس سنه 1911 والساعه لسه 7 الصبح كده، واحد بقى اسمه فينسينزو بيروجي، ومش هقول اسمه تاني على فكره، كان شغال حارس بسيط في متحف اللوفر. الراجل ده حافظ المتحف زي كف ايده كده بالظبط. المهم صاحبنا ده بقى استخبى جوه المتحف قبلها بيوم، يستنى لحد الصبح وراح ناحيه اللوحه اللي كانت وقتها متعلقه كبوستر عادي على الحيطه من غير لا تامين ولا كاميرات. سحب اللوحه ولفها وحطها في هدومه وخرج من باب المتحف ولا من شاف ولا من دري. قعد بعدها سنتين اللوحه مرميه عنده في صندوق تحت السرير. الراجل كان كل شويه يطلع اللوحه من تحت السرير ويفرجها لصحابه ويقول لهم شايفين التحفه الفنيه دي؟ انا اللي رسمتها باحساس فيلينجز. هو بقى كان مقتنع ان اللوحه دي اصلا بتاعت ايطاليا وان نابليون هو اللي سرقها منهم، وبالتالي هو بيرجعها لاصحابها الاصليين. وفي وسط ما هو كان قاعد بيقول لاصحابه انا برسم فيلينجز، العالم بره كان مقلوب لدرجه ان فرنسا قلبوا على بيكاسو نفسه وشكوا ان هو اللي سرقها. الجرايد تنزل منشيتات كل يوم يا جدعان اللوحه راحت فين، والمتحف اضطر يسيب مكانها برواز فاضي كانهم كده بيقولوا للناس شوفوا المصيبه. ولما قرر يبيعها اخيرا سنه 1913 راح لتاجر تحف فنيه في فلورنسا. الراجل اول ما شاف اللوحه قال يا نهار اسود، دي الست اللي كل العالم بيدور عليها. هوب راح مبلغ البوليس وبكل بساطه اتقبض على الحرامي. اللوحه بقى رجعت المتحف في 1914 في وسط احتفالات ضخمه. اما فينسينزو فدخل التاريخ مش بس كحرامي، لا ده اشهر حرامي فن في العالم. اتحبس سنه و15 يوم وقضى منهم 7 شهور بس، وتحول لبطل قومي عند ناس كتير جدا في ايطاليا ورجع لهم حقهم. طب هل بقى دي كانت اول واخر مره حد يسرق اللوحه دي ولا في سرقات تانية محدش اتكلم عنها؟ لو عرفت انا بتكلم على انهي لوحه اكتب لي في الكومنتات، ولو عايزني احكي لك على باقي المحاولات اكتب لي في الكومنتات. كملي يا محروسه.